أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسلام يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة عايز تركيز كبير جدا عشان فيه خاطر حاجات كتيرة جدا في عملات ابو الهول بالذات. حاجات نادرة وحاجات غالية جدا، حاجات ممكن توصل معاك ل10,000 جنيه مستريح. وده طبعا طبقا لتسعير الاي بي عشان بيحصل عليه مزايدات. انا ماليش دعوة بالسوق المحلي اللي هم بياخدوا مثلا العملة بأي سعر هم حابينه، لان دول تجار. انت برضو على حسب ما انت عايز تبيع لمين. عايز تعمل ايباي وتبيع على الايباي، ده سهل جدا. تنزل تطبيق الايباي وتبيع عليه، بيحصل عليه مزايدات. هتقولي طب انا هاخد الفلوس ازاي؟ بتعمل حساب عادي في البنك، حسابك العادي تمام، وتربطه بحساب اسمه حساب بيبال. الفلوس بتتحول على البيبال وبتسحبها انت من على البيبال، تتبعت لك لحسابك البنكي. الامر سهل، خش على النت على اليوتيوب هيشرحوا لك الكلام ده بسهوله جدا ازاي تعمل حساب على البيبال. فانا مسعر على حسب الاي بي عشان الاي بي بيحصل عليه مزايدات من كل الناس تمام. انا ماليش دعوه بتاجر عايز يكسب من وراك. انت حابب تبيع له، حابب برضو تاخد بالتسعير بتاعي، ده شيء راجع ليك. العمله في ايديك انت مش في ايدي انا. تمام. فخلونا قبل ما نبدا نصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بيكون اول عمله معانا النهارده الواحد مليم، اللي هو السمول سفنكس، يعني ابو الهول الصغير تمام. وده عبارة عن اوت لاين، يعني الخط العريض بتاع الجسم ابو الهول من تحت ظاهر، مش ممسوح، مش شبه الممسوح كده. وانت العملات اللي قدامك دي هتوضح لك الصورة تمام. هبقى اعمل لك دايرة كده عليها اوضحها لك. ده الجنيه ابو قصدي مليم ابو الهول دوت. اصدار سنة 1954 وانتهى الاصدار بتاعه سنة 1956. المادة اللي معمول منها البرونز والألمونيوم. الوزن بتاعه ركزوا جدا في الحاجات دي، 1.8 جرام، والقطر 16.1 مليمتر. السماكة بتاعته 1.3 مليمتر. بكام ده بقى يا عم محمد؟ ب7500 جنيه، بواقع 150 دولار. ده اخر مزايدة حصلت عليه على الاي بي تمام. نخش على تاني عملة معانا النهاردة، بقى المليم بقى، اللي هو ايه، تحس ان القاعدة بتاعت او الجسم بتاع ابو الهول كده شبه الممسوح تمام. لكن هو ده، دي اسمها من غير اوت لاين، يعني من غير يعني الحافة بتاعته تمام. إصدار برضو سنة 1954 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1957. معمول من مادة البرونز والألمنيوم، بوزن 1.8 جرام، والقطر بتاعه 16 مليمتر. خدت بالك؟ يعني القطر اللي فوق اللي هو اللي قبليه 16.1 مليمتر، لا ده 16 مليمتر بس. والسماكة بتاعته 1.3 مليمتر، نفس السماكة بتاعته تمام. بكامل الانسر ب1700 جنيه بس، بواقع 34 دولار. يعني النادر انهي يا جماعه؟ اللي هو اللي انا عرضته لك في الاول خالص، المليم اللي هو الجسم ابو الهول ظاهر فيه كله تمام، بارز وظاهر مش ممسوح. ندخل بقى على تالت عمله معانا النهارده يا جماعه، الا وهي ال5 مليمات بتاعه لارج سفنكس، يعني ابو الهول الكبير اللي هو واخد ظهر العمله بالكامل. إصدار سنة 1956 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1958. معمول من مادة البرونز والألمنيوم. الوزن بتاعه 3.6 جرام، والقطر بتاعه 21 مليمتر، والسماكة بتاعته 1.7 مليمتر. بسعر الأنصر، والحالة الأنصر دي اللي هي حالة البنك. فأنت كل ما الحالة بتاعة بعدت عن حالة البنك بقت حالة جيدة ثم حالة رديئة، فانت بتقل في الأسعار. بس مش بتقل أوي، بتقل مثلا بنسبة 20% من كل حالة للتانية تمام. يعني مثلا من الحالة الأنصر للحالة مثلا الرديئة على طول بتقل بتاع 40%، 45%. الحالة الرديئة دي اللي العملة بايظة خالص ومتخربشة وفيها صدى دنيتها بايظة خالص تمام. بكام بقى سعر الأنصر ديت؟ ب1250 جنيه، بواقع 25 دولار. خش على رابع عملة معانا النهاردة، ال10 مليمات، اللي هي أبو الهول الصغير، اللي هو مش واخد ظهر العملة بالكامل. إصدار سنة 1954 وانتهى إصداره سنة 1955. معمول من مادة البرونز والألمنيوم، بوزن 4.9 جرام، والقطر بتاعه 23.2 مليمتر. السماكة بتاعته 1.8 مليمتر. بكام سعر الأنصر؟ ب2750 جنيه، وواقع 55 دولار. ويا ريت تكتب السعر بالدولار تمام، عشان خاطر فرق الأسعار اللي هو ما بين العملة والتانية، ما بين الجنيه والدولار، ده ممكن يرمي معاك زيادة أو ممكن يرمي معاك ناقص، فاهم قصدي؟ فاكتب العملة بالدولار، وبعد كده وقت ما انت رايح تبيع يبقى حولها بقى، شوف سعر الدولار بكام النهارده وحولها، شوف انت محتاج تطلب كام. وبرضه ارجع اقول دي العملة بتاعتك انت ومعاك انت اللي تسعرها بمزاجك تمام. اهم حاجة بس يعني سعر الانسر 2750 جنيه، بواقع 55 دولار. نخش بقى على خامس عملة معانا النهاردة،
ألا وهي برضو ال10 مليمات، بس بقى ايه، ابو الهول الكبير اللي واخد الصورة بالكامل. تمام. اصدار سنة 1955 وانتهى اصداره سنة 1958. وانا ما بقولش كميات السك عشان ما لقيتش كميات السك للحاجات دي، الحاجة اللي بلاقي لها كمية السك بقولها. تمام. برضو معمول من مادة البرونز والألمونيوم، والوزن 4 جرام و74 من 100. القطر بتاعه 23 مليمتر. السمكة بتاعته 1.6 مليمتر. بسعر الأنصر 1150 جنيه، بواقع 23 دولار. يبقوا خليكوا عارفين معلومة هي سريعة، إن ال10 مليمات اللي هو اللارج سفنكس، اللي هو أبو الهول الكبير، اللي على ظهر العملة، واخد ظهر العملة بالكامل، ده أرخص من التاني، يعني اللي هو النادر اللي مطلوب. هما الاتنين مطلوبين، بس الغالي ال10 مليمات اللي هو ابو الهول الصغير على ظهرها، مش واخد العملة كلها. تمام. اما نخش بقى على بتاع ده 5 قروش بتاعة ابو الهول. ده اصدار سنة 1956 وانتهى اصدارها سنة 1956. معمول من مادة الفضة، بوزن 3.5 جرام، والقطر بتاعها 22 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.2 مليمتر. بسعر للأنصر 1250 جنيه، بواقع 25 دولار. هتقول لي سعرها مقارب لسعر البرونز والالومنيوم. عشان كده انا بقولك انا بسعر عن طريق الايباي، هم مزايدين لحد كده، فانا جبت لك الاسعار اللي هم مزايدين بيها لحد كده. انا لا هضحك عليك ولا اقول لك غالي ولا رخيص، انت برضو بتسعر برضو الحاجه بدماغك انت، بس انا بعرض عليك اللي اتباع بيه، فاهم؟ اللي اتباع بيه العمله دي. انا بقولك انت ليه ما تبيعش زي الراجل اللي باع ده؟ فاهم؟ هو مش احسن منك في حاجه، نفس العمله معاك وكل حاجه تمام، تختلف على حسب بس الحاله. المهم يعني خلصنا ال5 قروش بتاعت ابو الهول دي، نخش على ال10 قروش بتاعت ابو الهول. برضو اصدار سنة 1955 وانتهى اصدارها سنة 1955. الوزن بتاعها 7 جرام، وكمية السك المعروفة بتاعتها دي كميتها معروفة 1,408,000 قطعة. السمكة بتاعتها 1.6 مليمتر. تمام. بسعر للأنصر ب1500 جنيه، بواقع 30 دولار. نخش بقى على ال20 قرش، ودي برضو مطلوبة بقى جدا. إصدار سنة ومعمولة من الفضة، كل القروش بتاعت أبو الهول دي معمولة من الفضة. تمام. ال20 قرش بتاعت أبو الهول إصدار سنة 56 وانتهى إصدارها سنة 56. معمولة من مادة الفضة، بوزن 14 جرام، والقطر بتاعها 33 مليمتر، والسمكة بتاعتها 2 مليمتر. كمية السكة المعروفة 350 ألف قطعة فقط لا غير. بسعر للأنصر ب4500 جنيه، بواقع 90 دولار. وأنا حاسس إن هما يعني باخسين بحقها الصراحة، يعني مفيش الا منها 350، وعقبال ما تلاقي حالة انصر منها دلوقتي فانت صعب جدا. بس والله اللي انا لقيته يعني، فاهم قصدي؟ 90 دولار شايفه قليل عليها، انا شايف ان هي ممكن تستحق بتاع 150 200 دولار يعني، فاهم حقيتها؟ بس هم سعروها بكده وباعوها بكده فخلاص، انت فاهم قصدي؟ نخش بقى على العملة اللي بعد كده. ويتبقى معانا بقى يا جماعة آخر عملة معانا، والعملة دي نادرة جدا جدا جدا، فيها خطأ سك. فاللي معاه يعني مبروك عليه والله العظيم، يعني فاهم، غالية جدا. تمام. اللي هي ايه بقى؟ ال1 مليم بس من غير السيمبل، يعني اللي هي العلامة اللي بتبقى فوق كلمة مصر. تمام. انا بنزل لك العملات واوريك مثلا ايه، فين اللي هي العلامة دي تبقى مثلا هي دي النادرة، من غير العلامة. اللي من غير العلامة دي هي النادرة، اللي بالعلامة هي اللي مشاعة، يعني موجودة في كل حتة. تمام. بس اللي هي من غير العلامة دي بقى هي النادرة. تمام. دي إصدارها سنة 1956 وانتهى إصدارها سنة 1956 برضو. نفس المادة برونز وألمونيوم، والوزن 1.8 جرام، القطر 16 مليمتر عادي. السماكة بتاعتها 1.3 مليمتر. دي كمان اللي هي أبو الهول، يعني عشان تعرفوا جواه أبو الهول اللي هو ممسوح، ظهره ممسوح، اللي هو من غير جسم عريض من تحت، لا تحس ان هو الجسم بتاعه ممسوح. تمام. من غير العلامة، اللي من غير العلامة بسعر 8750 جنيه، بواقع 175 دولار. اللي هي بالعلامة العادية بقى ب1700 جنيه. تمام. اللي انا قلت لكم عليها في الاول خالص، في اول الفيديو خالص، دي بقى اللي هي النادره ب 8750 جنيه، ولسه مع زال سعرها فيه مزايده. فعشان انا بس بعمل الفيديو جبت لك سعرها وقلت اما اعرفكم عليها، بس انا عارف ان هي تبقى شحه جدا وصعب جدا ان انت تلاقيها. بس يا بختك يا بختك والله لو انت معاك العمله دي، سعرها لسه عمال شغال في مزايده. واتوقع ان هي ممكن توصل تكسر ال10000 جنيه ولا ال12000 جنيه. الحاجات النوادر والاخطاء دي بتكسب فلوس كتير جدا يا جماعه والله. حتى لو انت هتبيعها في السوق المحلي، فانت مثلا حتى لو رحت السوق المحلي قال لك العمله مثلا هي نادره، تمام، وفيها خطأ ب100 جنيه مثلا،
ده العادي تمام. اللي هتلاقيها نادرة وفيها خطأ ب1000 جنيه، انت فاهم. هتروح حتى السوق المحلي وتعرضها عليهم وتعرفهم، هما بيبقوا عارفين، هيقولوا لك اسعار عالية جدا مقابلها. تمام. وبس كده يكون الفيديو خلص. ويعني عايزكم يا جماعة والله تشتركوا في القناة، واللايك والله بتاعكم بيفرق جدا في الفيديو. عايزكم ترفعوا الفيديو يعني باللايكات. يعني انت تعب جدا اقسم بالله ان انا اسجل وببحث وكمان شغال، فانا اساسا ما بلاقيش وقت انزل فيديو اصلا، او وقت ارد على الناس، ولذلك تلاقي التعليقات مقفوله، عشان انا والله ما عنديش اي وقت اصلا. فبعمل الفيديوهات دي والله ليكوا، انا اقسم بالله ما باخد الابيض ولا اسود من القناه. تمام. انا بعمل الفيديوهات دي يعني بحب انا اقدم معلومات للناس وخلاص، مش اكتر. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.